3 ايام اهو يا حبايبي. راح جايه انديها كده الحته الشاشه اللي عليها بالميه. شوفوا ما شاء الله نبتت نقلبها بقى مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. شوفوا يا حبايبي ما شاء الله عامله ازاي في المصفى. مش لازم فخاره ولا حاجه، وعملناها ما شاء الله اللهم بارك. تاكلوها بالهنا. طبعا مش عايزه اقول لكم على فوائدها لمرضى السكر. وبكده حبايبي نكون انهينا الفيديو الحلبة المنبتة مع بعض. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تحطوا لاختكم اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله معطر بذكر رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النهارده يا حبايبي إن شاء الله هنعمل شوية بليلة كده منبتين جمال. ندبقهم بقى يا حبايبي ونقوم جايين غسلينها غسيل، يعني مرة واتنين وتلاتة واربعة، لان هي طبعا بتبقى فيها طين. شوفوا اتدبقتها وشلت منها كل الطين وكل الشوائب اللي فيه. نغسلها بقى جامد مع بعض. غسلتها يجي 10 مرات اهو يا حبايبي. شوفوا عندي ما بقى. شوفوا المية قدامنا ما شاء الله ازاي. ننقعها بقى ساعتين 3 قبل ما ننبتها سوا. اهم حاجة يا حبايبي الغسيل بتاعها. شوفوا ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله بقى المية بتاعها زي الفل ازاي. ننقعها بقى ساعتين 3 ونرجع تاني نبص عليها. شوفوا يا حبايبي ما شاء الله الحلبة بعد ما سبناها من ساعتين ل3 ساعات ما شاء الله كبرت وبقت جميلة معانا. هنصفيها بقى يا حبايبي ونغسلها خالص من مية النقع كده يا حبايبي. غسلتها تاني من مية النقع وصفتها. معانا بقى هنا يا حبايبي مصفى كده. عندك بولات، عندك اللي هي الفخار اللي يعجبك والله. من بعد ما تعملي في طباسي من بتاع البيت فخارة اي حاجة، نقوم جايين فرشين او بلاس نفرشها من تحت. نقوم حاطين القلبة كده على طول في قلب المصفى كده يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركة بسم الله. طبعا منها ما شاء الله بتزيد. لازم اما تحطيها ما تبقيش ماليه بيها الحاجه اللي حطاها كلها. شوفي ما شاء الله اما اتنقعت ساعتين 3 ما شاء الله زادت وبقت جميله ازاي. اي بقى حاجه نضيفها عندك يا حبيبتي، فوطه مطبخ، حته شاشه، اشرب قديم، اي حاجه كده قطن كده، نقوم جايين مغطيينها بيها ونقوم بقى جايين مندين رايحين جايين نندي فيها كده.
والاحسن يا حبايبي ان احنا نحفظها اليوم من التلاتة اللي هتنبت فيهم ده جوه التلاجة كده يا حبيبي. كل بقى مرة الصبح ومرة بالليل تقوم منسمة عليها تاني كده، نعينها بقى جوه التلاجة ونرجع تاني ان شاء الله اما تعمل على خير.